وصفه اليوم ان شاء الله غادي تكون اونطخومي بشوكولاته اللي كتجي اكثر من رائعه، وكيف ما عودتكم دائما بطريقه اللي سهله وبسيطه. وغادي نعطيكم العبارات بالغرام بالكاس ديال العنبه وبلا معلقه. غادي تلقاو جميع التفاصيل مكتوبه اسفل الفيديو، تبعوا معايا الطريقه حتى الاخير. غادي نبدا بالطبقه ديال البسكوي، هي الاولى. غادي نحتاج 2 حبات ديال البيض، كنضيف لهم نص كاس ديال السكر ورشيشه صغيره ديال الملح، وكنطرب هذاك البيض مزيان. ضروري خص الحجم ديالو يتضاعف واللون ديالو يتغير، وغادي تحسوا حتى بالقوام ديالو حتى هو تغير. هنا البنات اللي كيسولوني واش تقدروا نخدموا الجينواز باللاشواغ ولا بالطحانه اللي كطحنوا فيها العصير ديالكم، فراه ضروري من الطراب الكهربائي، لان لاشواغ ولا الطحانه ما غاديش يعطيوكم هذه النتيجه هذه. صافي بعد ما كنطلع البيض مزيان غادي نضيف النواشف. غادي نحتاج معلقه كبيره ديال الكاكاو المر، يكون نوعيه جيده باش هكا المذاق ديالو يكون بنين. ضروري ما انكم كتغربلوه، ما كديروش هكاك نيشان. غادي نضيف ايضا الدقيق الابيض، غادي نحتاج منه حتى هو معلقه كبيره تكون مملوءه جيدا. وغادي نحتاج بودره اللوز. انا بالنسبه لي بودره اللوز شريتها واجده، نتوما تقدروا تشريوها واجده اولا كتشدوا غير اللوز كتخليوه بالقشره ديالو كطحنوه مزيان. حتى بالنسبه لبودره اللوز حتى هو احتاجيت منه معلقه كبيره مملوءه جيدا، يعني معلقه ديال الكاكاو، معلقه ديال الدقيق، ومعلقه ديال بودره اللوز. وغادي نحتاج واحد القريصه صغيره ديال الخميره ديال الحلوى، ما يعادل 2 غرام، يعني راس معلقه صغيره. صافي وكنخلط بالسباتول من الاسفل للاعلى باش هكا الجينواز ديالنا كيجي ناجح وداك البيض ما كيهبطش. صافي مباشره من بعد ما كندخل هذوك النواشف مزيان في الخليط ديالي، كنجيب المول اللي القطر ديالو 20 سنتيم. ضروري كدهنوه بشويه ديال الزيت وكديروا ليه هكا ورق الطهي، ومن بعد كنفرغ فيه الخليط ديال الجينواز ديالي. الفران في هذا الاثناء كيكون كيسخن على 150 درجه، يعني الجينواز كنطيبوا على المهل. النار من الاسفل ومن الاعلى دفعه واحده تقريبا، كياخذ ربع ساعه حتى ل 20 دقيقه. بالنسبه للفرن غازي فالفران يكون سخون من قبل، كتشعلوا النار مهيله فقط من الاسفل، كدوز ربع ساعه وكتهبطوه لتحت باش كيكمل الطياب ديالو ويكمل التحمار ديالو. ندوزو نحضروا الطبقه المقرمشه او الكروكون. غادي نحتاج فيه معلقه كبيره مملوءه جيدا ديال بخاليني اللوز، وكنحتاج ايضا معلقه كبيره ديال الشوكولاته اللي ذوبتها. بالنسبه للشوكولاته اللي استعملتها في هاد الطبقه هذه المقرمشه فكانت نسبه الكاكاو فيها قليله. غادي نوريكم من بعد اش من نوعيه بالضبط، يعني عمليه والثمن ديالها مناسب. هنايا كنضيف كاس وربع ديال الفيتين. بالنسبه للفيتين قبل ما تخدموا به ضروري كتاكدوا بانه مقرمش وملاويش. الا لقيتوه لاوي فالفران فاش كتسخنوه كتطفيوه وكديروا الفيتين ديالكم في اللاطه وكتدخلوه للفران اللي كيكون طافي غير في هذاك الصهد كيرجع كيتقرمش. صافي كنمزج هاد المكونات هادو مزيان. بالنسبه للمكونات كاملين يعني عطيتهم لكم، حاولت نعطيهم لكم بالمعلقه وبالكاس ديال العنبه باش كلشي يقدر يجرب هاد لونطرومي. بالنسبه للبنات اللي عندهم الميزان شوفوا تحت من الفيديو راه خليت لكم المقادير مكتوبه بالغرام. صافي رجعت للجينواز ديالي اللي كيكون طاب، غادي نحيدو من المول. بالنسبه لهذا المول هذا اللي استعملته الجينواز فكان فيه 20 سنتيم في القطر ديالو، ما عرفتش واش ذكرتها لكم من قبل ولا لا. مهم القطر 20 سنتيم. كنحيد هذاك ورق الطهي، من بعد كنحيد هاد القشره هذه اللي كتكون الفوق في الجينواز. صافي بهذه الطريقه هذه وغادي ندوز كنحطو فوق من اي طبق كان متوفر عندكم، وكنسقيه بالقهوه. تقدروا تسقيوه بالقهوه او بالحليب، اهم حاجه تسقيوه وما تكثروش بزاف باش هكا ما كيتعجنش، غير كدوزوا يدكم هكا تكون خفيفه. من بعد كنجيب الطبقه المقرمشه اللي وجدناها وكنحاول اني نوزعها فوق من هذاك الجينواز. كنحاول اني نوزعها مزيان ونضغط عليها باش كتبقى يعني متماسكه وما كتبقاش مشتته. صافي من بعد غادي ندخلو المجمد ونخليه حتى كيتجمد وكيقصح تقريبا واحد الساعه ساعتين على ما نسالي باقي المراحل. كندوز من بعد كنحضر الكاناش اللي غادي يكون فلانسا. غادي نحتاج فيه شوكولاته تكون نوعيه جيده 55% على الاقل. ضروري في هذه المرحله كديروا شوكولاته نوعيه جيده على الاقل تكون فيها نسبه الكاكاو 55% باش هكا الكاناش ديالكم ينجح. وكنضيف كاس مع مرش ديال الكريمه السائله الخاصه بالحلويات، حتى هي راه وريتكم النوعيه اللي كنخدم بها. بالنسبه للكميه ديال الكريمه غادي نحتاج فيها حتى هي 150 غرام، يعني قد الكميه ديال الشوكولاته قد الكميه ديال الكريمه. كنحطهم في الفران اولا في الميكرووند ولا على حمام مائي، المهم حتى كيذوب ليا داك الشوكولاته. انا بالنسبه لي كنديرهم في الفران على 180 درجه غير واحد 3 ديال الدقائق، وكنطفي الفران وكنخليهم في الفران حتى كيذوب هذاك الشكل. صافي كنمزجهم مزيان مع بعضياتهم. من بعد كناخذ هذا السيركل هذا اللي القطر ديالو 20 سنتيم، حتى هو يعني بحال القطر ديال الجينواز غادي يكونوا بحال. من بعد كنغلفوا بالبلاستيك الغذائي مزيان من الاسفل وكندير فيه داك الكاناش ديال الشوكولاته.
غادي نحاول نقاد ليه الوجه ديالو مزيان باش كيجينا يعني الارتفاع ديالو بحال بحال، ما تجيناش بلاصه طالعه وبلاصه هابطه وما يجيناش مايل. واخا انا قاديته حتى عيتو في الاخير جا مايل، ولكن معليش ماشي مشكل. غادي نديرو في المجمد نص ساعه وكيكون هذا هو الشكل ديالو، يعني نص ساعه كافيه باش كيولي الشكل ديالو بحال هكا، يعني كيجي متماسك وكيجي قابط في راسو. غادي نحيد هذاك السيركل لانني محتاجاه، ولكن من بعد غادي نعاود نرد هذاك اللانسير ديالي للمجمد حتى كنحتاج ليه عاد من بعد كنجبدو. غادي ندوز نعاود نحضر كاناش واحد اخر بنفس المكونات ونفس المقادير. الاختلاف الوحيد انني غادي نستعمل فيه شوكولاته اقل نسبه ديال الكاكاو. صافي كناخذ منها 150 غرام، وكناخذ كاس ما عامرش، يعني كاس اقل غير واحد شويه ديال الكريمه السائله ما يعادل 150 غرام. كنديرهم في الفران حتى كيذوب هذاك الشكلاط، كنمزجهم مزيان وغادي نحتفظ بهم جانبا. وغادي ندوز نحضر لا كريم اونغليز. بالنسبه لا كريم اونغليز غادي نحتاج كاس لاروب ديال الحليب، كنديرو في واحد الكاسرونه وغادي نحطو على نار اللي كتكون مهيله حتى كيبدا كيغلي. كناخذ 3 ديال الوريقات ديال الجيلاتين، من طبيعه الحال جيلاتين يكون حلال. كنديرو هكا في الماء بارد وكنحتفظ به جانبا. كناخذ 2 ديال الصفر د البيض، اقل من ربع كاس ديال السكر، وساشيه ديال الفاني، وكنخلط هاد المكونات هادو مزيان. كنحاول انني نخلطهم جيدا حتى كندوب هذاك السكر. من بعد كنبدا كنضيف الحليب اللي غليته. بالنسبه للحليب ما كنضيفوش دفعه واحده، كنضيف غير قطيرات بهذه الطريقه اللي كتشاهدوا معايا، وانا كنخلط باش هذاك البيض ما كيخسرش وما كيطيبش. غادي نستمر حتى نسالي الكميه اللي عندي ديال هذاك الحليب كامل، ومن بعد غادي نرجع هاد المكونات كاملين في الكاسرونه. غادي نحطهم على نار اللي تكون مهيله. الكريمه ديالي ما نخليهاش كتغلي، غير كتوصل 80 درجه وكنحيدها من فوق من النار. بالنسبه لي عندي الترمومتر، فغادي نعبرها بالترمومتر. البنات اللي ما عندهمش غادي نوريكم القوام اللي خصكم تحصلوا عليه، يعني ما تخليوهاش تغلي، غير كتبان لكم بانها بدات كتقال. كديروا السباتول بهذه الطريقه، كدوزوا الاصبع ديالكم هذوك الخطوط ما كيعاودوش يتلاقاو، صافي الكريمه ديالكم كتكون واجده. الوريقات ديال الجيلاتين اللي كنت مرقداهم في الماء بارد عصرتهم مزيان وضفتهم عليها. رجعت لهداك الكاناش اللي وجدته وقلت لكم غادي نخليه جانبا. كنضيف ليه دوك الكريم، ديك الكريمه غير شويه بشويه. ضفت الكميه الاولى كنخلط مزيان، وكنضيف الكميه الثانيه ثم الكميه الثالثه. صافي هنا طحنت هذوك المكونات غير واحد طحنه خفيفه وكنحتفظ بهم جانبا. كناخذ 3 ديال الكيسان ونص ديال الكريمه السائله خاصه بالحلويات ما يعادل 500 غرام، يعني نصف لتر. كناخذها وكنطربها. في هذه المرحله ما كنطربهاش عفوا حتى كتولي قاصحه ومتماسكه، لا هكا كتجي فيها حبيبات وما كتجيش زوينه في لونطرومي. غادي نخليها شويه سائله. غادي نوريكم، يعني غادي نطربها في الاول. غادي نحاول انني نشوف الشكل ديالها كيفاش ولا. بانت لي هنا مازال خفيفه اكثر من القياس، فغادي نزيد نطربها واحد شويه. صافي الكريمه ديالي كنبدا كنضيفها على لا كريم اونغليز مع الكاناش اللي وجدناهم بهذه الطريقه هذه، غير شويه بشويه. صافي كنخلط جميع المكونات مزيان والكريمه ديالي كتكون واجده. كناخذ واحد السيركل، القطر ديالو هذه المره غادي يكون 24 سنتيم، يعني بالنسبه للانسير درنا فيه 20 سنتيم، بالنسبه للجنواز 20 سنتيم، ولكن هذا السيركل هذا درنا فيه 24 سنتيم. غلفناه كيف ديما بالبلاستيك غذائي من الاسفل. درت واحد الكميه ديال الكريمه، كنجيب هذاك الانسير او هذاك الكاناش ديال الشوكولاته اللي وجدناه كنديرو هكا، كنحاول ان نضغط عليه ونوازنو نجيبوه في الوسط، ومن بعد كنضيف كميه اخرى ديال الكريمه. وغادي نجيب هذيك الطبقه ديال الجنواز مع الطبقه المقرمشه وغادي نحطها بهذه الطريقه. دوك الطبقات كيجيو مستفين وغزالين بزاف صراحه. هاد لونطرومي رائعه، المذاق ديالها كيجي هائل، ديك الكريمه كتجي غزاله. ضروري الصراحه تجربوها، غير تبعوا معايا الوصفه. ملي تبغيو تجربوها ضروري تعاودوا تشوفوا الفيديو 2 مرات 3 باش هكا ما تفلت لكم حتى شي حاجه. الوصفه جربتها شاركتها معكم في لي ستوري، الصراحه راه كتجي رائعه واكثر من رائعه. شي حاجه ديال تحمر الوجه شكلا ومذاقا. هنايا صافي كنقاد الكميه اللي بقات عندي ديال الكريمه كندير هكا من فوق. ما تكثروش الكميه فوق من الجنواز، غير كدهنوه فقط، يعني ما كنديروش طبقه واحده اخرى ديال الكريمه اللي تكون غليظه فوق من الجنواز. غادي نخليه ليله كامله في المجمد وندوزو نحضروا الكلاصاج. احتاجيت كاس ديال السكر و3 ديال المعالق كبار ديال الجليكوز. بالنسبه للكميات دائما بالغرام كنقولها وكنعاودها غتلقاوهم اسفل الفيديو. احتاجيت نص كاس ديال الماء
كنضيفوا على باقي المكونات وغادي نحطهم على نار اللي كتكون متوسطه تقريبا واحد المده ديال 3 ديال الدقائق. يعني كيبداو كيغليو كيبداو هاد الفقاعات هادو في الوجه كتنزلوهم مباشره. بالنسبه لي انا استعملت ترمومتر، خصهم غير يوصلوا لدرجه حراره 103 كتنزلوهم مباشره فوق من النار. كتضيفوا كاس لاروب ديال الكريمه السائله الخاصه بالحلويات وغادي نعاود نردهم فوق من النار. غير يبغيو يغليو كننزلهم مباشره، يعني ما كنخليهمش في هذه المرحله يغليو نهائيا. مباشره هما سخانين كنضيف عليهم 150 غرام ديال الشوكولاته. دائما الشوكولاته الاخرى اللي وريتكم، يعني الشوكولاته اللي فيها 55% ديال الكاكاو استعملتها مره واحده في الكاناش اللي درتو في لانسيغ فقط. اما الوصفه كامله خدمتها بالشوكولاته اللي وريتكم اللي فيها اقل نسبه ديال الكاكاو. صافي ضفت ايضا 3 ديال الوريقات ديال الجيلاتين اللي رقتهم في الماء اللي يكون بارد، ومن بعد كندير هاد المكونات في واحد الكاس هكا اللي يكون مجموع وكنطحنهم غير واحد الطحنه خفيفه باش هكا دوك الشوائب بلا ديال الشوكولاته ولا ديال الجيلاتين كيتمحاو. شوفوا ليا ما شاء الله الكلاصاج ديالي كيفاش كيجي غزال ورائع. كنطحنو كنغطيه بالبلاستيك الغذائي وكنحتفظ به في الثلاجه حتى كيبرد. فاش كتبغيو تخدموا به ضروري خصو يكون في درجه حراره 30، يعني كيكون دافي ما كيكونش بارد وما كيكونش سخون. كتدخلوا هكا الاصبع ديالكم كتلقاو بانه ما كيحرقكمش، يعني كتقدروا تحملوا درجه الحراره ديالو. صافي كندوز من بعد كناخذ واحد الاناء غطيته بالبلاستيك الغذائي، كتاخذوا زلافه او شي قريعه هكا عندكم وكديروا فوق منها واحد الطبق، وكنحط لونطرومي ديالي اللي بيتها ليله كامله في المجمد. كتستعملوا السشوار اولا هكا منديل كديروه في الماء اللي يكون مغلي وكتحاولوا انكم تسخنوا هذاك السيركل بهذه الطريقه هذه. انا استعملت السشوار وكنحيدو بكل سهوله. غادي نحاول نقاد واحد شويه هكا في الجنيبات اللي كانوا فيهم هذوك البلاصه فين كيتسد السيركل. صافي من بعد كنجيب الكلاصاج ديالي وكنغطي به الكيك. شوفوا ليا ما شاء الله ما شاء الله كيفاش كيجي غزال بزاف. هنا بما انني خدمت بشوكولاته اللي فيها نسبه قليله ديال الكاكاو واللون ديالها هكا ما مغلوقش، فجمعت عاوتاني هذاك الكلاصاج اللي طاح في الاسفل، عاود رديته في هذاك الكويس دفيته واحد شويه وعاود درت به طبقه واحده اخرى باش هكا كتجي باينه وكتجي غزاله بزاف. صافي هنا بالنسبه للزين كيبقى اختياري. انا زينت هكا بحبيبات ديال البندق او نوازيت وزينت باوراق الذهب. كنت زينت حتى بواحد الحبيبات ديال الشوكولاته ما عجبنيش التزيين ديالهم بزاف فحيدتهم، بقاو منهم غير شي وحيدينات ماشي مشكل. صافي هنا جمعتها من الاسفل باش ما يبقاش يقطر فيها داك الكلاصاج، ومن بعد كندير فيها شويه ديال الفويتين بهذه الطريقه هذه، يعني طريقه تزيين خفيفه بسيطه سهله وسريعه. غادي ندوز من بعد نحطها في الطبق ديال التقديم وشوفوا لي الشكل ديالها ما شاء الله كيفاش كتجي رائعه شكلا ومذاقا. والصراحه ديال تحمر الوجه حتى المذاق ديالها كيجي خطير وغزال. انا هنا بديت كنقطعها ولقيتها مازال شويه مجمده من الداخل فما خرجتش هذاك الموس، بقيت معاه حتى نزل باش هكا ما كتوسخش وكيجي التقطاع ديالها احترافي. هنا مشيت مسحت الموس وسخنت واحد شويه، طلقت عليه الماء سخون باش هكا كيسخن وكيدوز بكل سهوله في وسط من هذيك لاموس. صافي وكنقطع تقطيعات ثانيه باش غادي نوريكم الشكل ديالها ما شاء الله كيفاش كتجي من الداخل، كتجي غزاله. الكريمه كتجي ما شاء الله ناعمه وحريريه. ايضا الطبقه المقرمشه كتجي خطيره الصراحه. كلها على بعضها رائعه شكلا ومذاقا. ضروري جربوها مع وليداتكم مع عائلتكم مع الضيوف ديالكم وفي العراضات ديالكم، وكونوا متاكدين 100% غادي تحمر لكم وجهكم لانها فعلا كتجي غزاله ورائعه وتستحق التجربه. تنتمنى انكم ما تبخلوش عليا من لايكاتكم وتشجيعاتكم. كتبوا لي في التعاليق واش بغيتوا نزيدكم من وصفات بحال هادو، وما بقى لي غير نقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.